انتي بتغسلي وشك غلط ومشاكل بشرتك كلها سببها الغسول بتاعك. اول حاجه مهم جدا قبل ما تغسلي وشك تغسلي ايدك كويس جدا بالصابون، لازم ايدك تبقى نظيفه عشان ما تنقلش بكتيريا لوشك. تاني حاجه بتحطي ميك اب، بتحطي سان سكرين، فالغسول لوحده مش كفايه، لازم تدخلي في روتينك خطوه الدبل كلينسنج، كانك هتستخدمي كلينسنج بالم اويل كلينزر مثلا ووتر. المهم انك تذوبي كل الدهون والميك اب اللي في المسام، تستخدمي غسول زيتي تحط على بشرة جافة تماما، وإيدك كمان تكون جافة، وتدلكي بيه بشرتك على الأقل 30 ثانية، خصوصا المناطق اللي بتفرز دهون زي الأنف والدقن والجبهة، حتى متأكدي إن كل حاجة ساحت. وبعدين تشطفي وشك كويس بالمية. يجي دور الغسول المائي. الغلطة اللي كلنا بنعملها إننا بنحط الغسول على وشنا على طول، وده غلط. الصح تحطي الغسول على إيدك الأول، تراجعي لحد ما يبقى فوم. لو الغسول بتاعك فوم جاهز اسكيبي الخطوة دي. بعدين هتغسلي وشك بحركات دائرية من 30-60 ثانية، وتركزي على المناطق الدهنية زي التي زون، وبعدين تشطفي وشك كويس. تلاحظي ان بشرتك بقت أنضف وبتتنفس وجاهزة تستقبل المنتجات اللي هتستخدميها.